مواقف مرعبة صورتها الكاميرا، طبيعية وبشرية. الله نجاهم من مستنقع كله تماسيح. وحيوانية. ذا الشخص من صدمته طلع موبايله، قرر يصور لأن الغنم كلها واقفة، ولكن كانت الصدمة. سموا بالله الرحمن الرحيم. ذا الثعبان الضخم العملاق كان فوقهم، هل كان له علاقة؟ وإذا كنت تحت 18 سنة أتمنى أنك تخرج من المقطع. ذا الموقف ممكن يخليك مذهول. كان جالس ياكل في المطعم وفجأة خلفه شخص يشبهه وكأنه هو تماما. ذا الموقف المرعب والغريب، ولا شيء قدام اللي بتشوفه الحين. الشيء اللي بتشوفه الحين مرعب وفي مسابقة مع الزمن والوقت. كان يتزلج في الثلج وفجأة الكارثة بخلفه. وقت اللي يهجم الدب على الإنسان إنما يكون جائع أو مذهول، وفي الغالب ذا الدب جائع من الواضح. بالضبط، ذا المقطع بيحبس أنفاسك. ذا المقطع لهاوي ركوب الدراجات، كان في أحد الغابات، ولكن ركزوا على الجهة اليمنى وسموا بالله الرحمن الرحيم. الدب بيهاجم راكب الدراجة الهوائية، الله يستر. وبعدها كانت الصدمة لراكب الدراجة الهوائية، واللي هو غصن شجرة كامل في الطريق، فقرر يرمي الدراجة الهوائية ويركض إلى الغابة. وإلى هنا انتهى المقطع. أتمنى أنك تعطينا اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم.